في بيان عاجل صدر منذ قليل تقرر تعيين الفريق أحمد شفيق وزير الطيران رئيسا للحكومة الجديدة في مصر. هل أخطأت في العدد الأول من مجلة ديوان الأهرام عندما قلت العدد ده صدر يوم في أول يناير 2010 عندما سئلت عن مثلك الأعلى؟ أولا والدي هو مثلي الأعلى رقم 1، وبعده الرئيس مبارك لجمعه ما بين الحزم والرفق. شفت أنا قلت إيه؟ ولا زلت أقولها لك وآخر يوم في حياتي، ولا زلت أقولها لك وآخر يوم في حياتي. هذا ما نقل بالأمس على لسان عدد من شهود العيان وعدد من المتظاهرين. شهود العيان شافوا أسرتي بتاخد أجر عشان تطلع، ده أنا بديكي مثال. أنا أمثل الاستقرار وهم يمثلون الفوضى وتعطيل مصالح الناس. إن أحداث الأيام القليلة الماضية تفرض علينا جميعا شعبا وقيادة الاختيار ما بين الفوضى والاستقرار. يقولون أن أحمد شفيق سوف يلاحق المواطنين الذين بنوا على الأراضي الزراعية. أكرر وقلتها من قبل، الذي بنى بالفعل لن نلاحقه. لكن أنا قاعد لأن دي أرضنا كلنا، دي أرض كل واحد في الدولة، ده ملك كل واحد في الدولة. من هذا المنطلق قاعد أما تتبني خرسانة الدنيا، كل سنتي خرسانة اتوضع بالغلط في هذه الفترة هيزال وهيخسر قدامها، هيدفع ثمنها وبمنتهى القسوة. الإخوان يروجون بين الناس ادعاءات كاذبة بأنني سأحذف آيات القرآن من المناهج. الآيات القرآنية داخل مناهج اللغة العربية للصف الأول الابتدائي والثاني والثالث حتى الصف السادس الابتدائي. أنا وافق عليه بشرط يتحط فيه جوه الدروس نفسها أسطر كده من نصوص في الإنجيل. لو طفل نشأ على أنه هو بيطلع على فقرة من القرآن ويطلع في صفحة أخرى على فقرة من الإنجيل، خلاص يبقى أنا فكيت العقد من بدري. أو أزيل الاثنين، أو أزيل الاثنين، أو أزيل الاثنين. كل اللي نطلبه إن احنا يعني نطلب الدعوات ونطلب التبريكات والفعل الطيب. هذه الورقة مكتوب فيها الشاطر لن نخوض انتخابات الرئاسة، ولو ترشح إخواني فلن ندعمه. بالنسبة للمعجبين بشخصية أحمد شفيق وتاريخه وإنجازه، هل من حقهم أن يطالبوا أحمد شفيق مثلا، أنا لا أروج أيضا، أن يرشح نفسه في انتخابات الرئاسة المقبلة؟ يعني أنا أتخيل أن أنا لم أعد في سن أرى فيه أنه مناسب لي أن أعمل حاجة زي كده، يعني ببساطة شديدة. الإخوان هم النظام السابق. لقد تسلقت أكتاف من بنوا الثورة في يوم 28 يناير عندما تأكدت من نجاح الثورة. ما نقدرش ننكر أن نزول الإخوان المسلمين للميدان في المرحلة ازداد الثورة رسوخا في الأرض. مش عايز أتكلم، محدش يقدر ينكر كده أبدا. هي معارضة مسالمة معارضة مسالمة تخلت عن الرئاسة. الإخوان هم النظام السابق، تعايشوا معه وعقدوا صفقات معه. قولوا يا ناس براس الدولة، قولوا يا ناس براس الدولة، عمر الظالم
أصحابي من مدرسة اليوم بيجوا وباباهم يجي ياخدهم. بتمنى إن حد يجي ياخدني زي ما هما بيجي ياخدهم. ألاقي المدرسين بيبدأوا يقولوا لي فين باباكي، أقول لهم جاي، ما هو مش جاي. أنت لا تعرف حجم التغيير الذي جرى في مصر منذ 25 يناير، فقد تسلقت أكتاف من بنوها، لقد تسلقت أكتاف من بنوا الثورة. يعني وزير الداخليه يا فندم ما رفعش السماعه وقال لحضرتك احنا شايفين من الهرم هناك في الهرم شايفين جمال وحصنه ماشيه في شارع الهرم. كانوا رايحين جامع مصطفى محمود يرقصوا، وبعدين قالوا انهم هيروحوا يرقصوا في التحرير. اطلب النهارده اني اعيد المحكمه، طلب صبياني. لا معاك ثوريه، هذه فوضى. هذه فوضى لان لا اساس لها. احنا مش بنحكم بالعواطف. يا ولاد الكلب يا ولاد الكلب. الله يخرب بيت حسني مبارك على يخرب بيت عهده اللي كان عمال يورث الدنيا علشان في الاخر يطلع الولا اللي كان موجود في المصحه النفسيه بتاع لندن. الوحيد الذي يعمل بكل ما اوتي من قوه من اجل هذا الوطن في هذا الوطن هو الرئيس مبارك. ده انا شفت حديث وانا قلت لكم قبل كده لعمرو موسى وحديث لاحمد شفيق، ناقص في حديثهم يضربوا تعظيم سلام كده لامريكا كده. قلت لا حول الله يا رب، اقسم بالله لن اعطي صوتي ابدا لاي مرشح رئاسه. كلام لله تعالى. قلت يا اخوانا لا يصلح لقياده البلاد خلال ال4 سنوات القادمه فقط اما عمرو موسى واما احمد شفيق واما احمد شفيق واما عمرو موسى. $40,000 متر مربع و238 اشتراها علاء وجمال مبارك بسعر المتر 75 قرش. البائع فيها احمد شفيق بموجب هذا العقد المسجل. هذا اصل. الحكومة تتعمد نزع اسم احمد شفيق والسلطات كلها تتعمد نزع اسم احمد شفيق من التحقيقات والمستندات امام كل الجهات. الى متى ينزع اسم احمد شفيق؟ زكريا عزمي الذي يحاكم الان وهو يستحق ذلك يحاكم لان الارض اللي جنبها واخد المتر ب5 جنيه وخد 12 ايراد يعني 2000 متر، فما بالنا ب40,000 متر ب75 قرش.
ده جواب وخطاب رسمي بيقول فيه ان الدكتور صفوت النحاس عايز مليار جنيه في الشركه. وادي قرار تعيين. دي المليار اللي كانت ارباح. ده المليار اللي كانت ارباح الشركه. تمام. وده قرار تعيين الدكتور مدحت حسنين بخط ايد الفريق احمد شفيق. من اللي فاهمين ما يدور يعلموا ان العياط هيحكم. مش هيحكم. هو انا اول مره اسمع العياط دي. اسمه مرسي. قول مرسي. العياط بيقول ايه؟ مين العياط يا فندم؟ بيقول العياط. مين العياط؟ مرسي العياط. احنا نعرفه باسم الدكتور محمد مرسي العياط. اصل الشهرة اما يعني عادات الواحد بينده بشهرته يعني. باللقب بتاعه، لقبه عياط يعني، فانا بفتكره بعياط يعني. الزم حجمك. الزم حجمك يا حمزاوي. اوعى تنسى نفسك وانت بتكلم احمد شفيق. انصح بتوع المهاترات دلوقتي. انا لو حطيتهم في دماغي هتعمل ايه؟ انا مقاتل. انت اسمك ايه؟ اسمه ايه؟ هقول لك اسمه حالا. تقول انا احمد شفيق حرام. لا لازم تقول لنا اسمه. هقول لك اسمه حالا. السلطان عصام سلطان عضو مجلس احمد الشعب. شفيق حرام. انت تقاتل مقاتل وهيدفعك الثمن مظبوط. قد يكون وارد اتخاذ قرار بحل مجلس الشعب. وارد جدا. ليه لا؟ لو الدستور ده هو بيتعمل في المجلس الشعبي عشان حل مجلس الشعب بيتعمل عشان مثل هذه المواقف. طب لو الدستور لا يتيح لرئيس الجمهوريه صلاحيه حل البرلمان لازم يتيح. ولو ما يتاحش هيتيح. يعني لو حضرتك اصبحت رئيسا هتحل حزب النور وحزب الحريه والعداله يبتعدوا تماما عن الدين. بنص القانون اللي نعمله. ومفيش كلام ان الخلط ما بين الدين والسياسه ده خراب. معنى كده ان حضرتك لن تستجيب لطلبهم اسقاط النظام، لان هذا ما حدث في 25 يناير. اي نعم. لا قلت لحضرتك الهتاف الشعب يريد اسقاط النظام. يا راجل بلاش تهريج يا راجل. اسقاط نظام ايه؟ الا تضع ذلك في الحسبان انه حتى لو فزت في الانتخابات يشتعل ميدان التحرير من جديد وينزل الناس لاسقاط احمد شفيق. القوات المسلحه في 5 دقائق ادت عينه. اما تحب تطهر المنطقه بتعمل فيها ايه؟ لسبب. ده في العباسيه. ايوه. ليه بقى؟ ده في 5 دقائق.